السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة وصفة ملوكي. النهاردة هنعمل مع بعض تورتاية بمقادير اقتصادية جدا، بدقيق عادي، مش دقيق سبونج ولا حاجة، بتمن بيضات. وزي ما انت شايفة كده ارتفاع ومقاس وحجم هيعجبك جدا. 8 بيضات بس. كيس كيك شيف، وده محسن جل. طبعا دقيق مستعد للاستعمالات. ومعنا السكر، هقولك كل حاجة دلوقتي. انا هضرب مقدارين. اول حاجة 4 بيضات بس، عشان انا هعمل نص ونص الكيكة. فهناخد 4 بيضات بس، وهنحط معاهم كوباية الا ربع سكر. وده اللي احنا هنضربه مع طبعا الفانيليا عشان البيض. بصي هو كده هيتضرب، وهنحط له بعد كده نص كوباية مية من الحنفية عادي. عايزة تحطي مية ساقعة اوكي، مفيش مشكلة. احنا هنحط نص كوباية مية عادي، وهنضرب البيض ده ضرب مبرح. يعني لو ما عندكيش عجان او ما عندكيش مضرب كهربائي، فما ينفعش تعملي ابدا تورته، مش هينفع. يعني مش زي الكيكة العادية ممكن تضربيها بأي حاجة، لأ، لازم مضرب كهرباء. احنا هنا حطينا كوباية الدقيق الأولانية ونخلناها. لازم ننخل الدقيق علشان يدخل هوا. ده دقيق سبونج معلهوش اي حاجة، احنا اللي بنعمله في البيت اهو. كوبايتين، يعني كوباية ونص، كوبايتين الا ربع، كوبايتين الا ربع دقيق، رشة ملح. وهنحط معلقة ممسوحة من البيكنج باودر. وهنقلبها مع بعضيها. شايفين الخليط عامل ازاي؟ عشان احنا طبعا حاطينله معلقة كبيرة من محسن الجل. محسن الجل ضروري جدا في التورتات يا جماعة. بصي انا دلوقتي بوريكي الارتفاع، وبوريكي هي فتحت ازاي. ما شاء الله، دول بس 4 بيضات. يعني دول 4 بيضات، دول نص التورتاية. تمام. انا ما بحبش اضرب المقدار كله، وهقولك ليه. ده بصي المقدار اهو. انا بوريكي، بصي القوام بتاع العجينة عامل ازاي. هش جدا، كأنها كريمة، مش كأنها تورت، مش كأنها كيكة. انا هنا بحط بس في الجوانب مسحة كده من العجينة بتاعت التورتة، على اساس ان هي تمسك ورق الزبدة. انا حطيت في النص الصينية بس، وما تخافيش، هو الخليط مش هيسيح في الصينية ولا حاجة، هيبقى متماسك. وهضرب النص التاني بال4 بيضات التانيين بنفس التكنيك بالظبط. هحط ال4 بيضات، وهحط معاهم، انا بوريكي هنا معلقة المحسن الجل. ما كانتش ظهرت تقريبا في التصوير الاولاني. هي ال4 بيضات مع كوباية الا ربع سكر، وهيتضربوا كويس جدا مع المحسن والفانيليا. ولما الخليط يفتح ويبقى معايا فوم وعالي قوي، هبتدي ان انا احط الدقيق. انا هنا حطيت كوباية ونص دقيق، وحطيت ربع كوباية كاكاو. كاكاو خام اسباني طبعا، عشان يديكي طعم ويبقى شكله يعني الكاكاو الاسباني ده المفروض ان احنا نستعمله، ان هو طعمه حلو، ومن افخم انواع الكاكاو يعني. ده النص التاني. احنا هنحطه اهو، بصوا جنب بعض ازاي. انا بسويهم كده بظهر معلقة او سباتيولا، وعادي. هتاخد في الفرن ساعة مثلا، وهتختبريها كده بالشيش طاووق وتشوفيها معاكي استوت ازاي. دي فراولة انا مفرزاها يا جماعة، والله من السنة اللي فاتت، مش السنة دي خالص. بصي ما شاء الله، الواحدة بوحدتها وجامدة جدا. ودي معلقة جيلاتين. انا هعمل هنا صوص فراولة للحشوة بتاعة التورتة. انا هديكي افكار كتير قوي معايا في التورتة دي. ان انت ممكن تعملي الصوصات دي لاي حاجة عندك. عايزة تعملي تشيز كيك، عايزة تعملي اي صوص لاي كيكة عندك، عايزة تزوقيها، هيبقى حلو قوي الصوص ده معاكي. انا هحط نص كوباية سكر مع الفراولة اللي انا ضربتها ديت. انا ضربت مثلا كوباية كبيرة من الفراولة، عشان انا عايزة اعمل حشوة فراولة للتورتة من جوه. زي ما انت شايفة كده، رفعتها على النار مع عصرة ليمون. وكل ما بتعمل ريم بشيله كده بالمعلقة. وهي مش، انا مش يعني مش بعمل مربى، انا ممكن اسيبه عادي. وابتديت ان انا احط قطع برضو من الفراولة مع الصوص.
زي ما انت شايفة كده مع الجيلاتين الصوص هيتماسك وهيتقل. هنا جبت فنجان من فنجان لبن ومكعب شوكولات دارك، وسخنت اللبن كويس جدا ونزلت بيه على الشوكولاتة عشان تسيح. وهنا الصوص الاقتصادي، انا معايا كاكاو وكوباية لبن بودرة صغيرة وكوباية سكر مطحون بودرة برضو، وكل ده مع بعض مضروب في الخلاط مع حبة زيت لحد ما يتماسك معاكي بالشكل ده. صوص في منتهى الروعة، صوص ممكن يغنيكي اصلا عن انك تجيبي قالب شوكولاتة دارك يعني. بس انا حبيت ان انا يعني ادلع الولاد شوية. انا طلعت الكيكة اهي بوريكي بعد ما بردت قلبتها. بصي الورق الزبدة بيسهل عليا قوي عملية تقشير التورتة، ما بحتاجش ان انا اقشرها بظهر السكينة بالسكينة او باي حاجة. انا جبت هنا المنشار عشان اقطع الديسكات بتاعة التورتة. ما شاء الله يطلع معايا 3 ديسكات. انا هنا اهتميت بالحجم اكتر من الارتفاع، لان الصينية عندي مقاسها كبير 32 يعني ما شاء الله كبيرة. لو حطيتي الخليط ده في صينية صغيرة هيطلع معاكي ارتفاع عالي جدا، ممكن تطلعي 5 ديسكات مستريحين معاكي في التورتايه. شايفة الكيكة طرية ازاي وهشة جدا. انا هنا هبتدي اضرب الكريمة. انا بعت بصراحة اجيب كريمة المتحدة بس هي احسن كريمة طبعا، بس ما جابوليش المتحدة، طلعت كريمة تانية تعبتني جدا وكان فيها مطة، ما كانتش حلوة بصراحة خالص للأمانة. فأنا بنصحك دايما بريتش المتحدة أو المتحدة، الاتنين حلوين جدا. أنا هنا جبت القاعدة اللي أنا هأسس عليها التورتاية، وحطيت حتة من الكريم شانتيه على أساس إن هي تثبت معايا. وأنا هنا عاملة لبن بسكر، مسكره لبن بس عشان اسقي بالتورتايه. ما كانش عندي عصير صراحه وقلت هعملها كده باللبن هتبقى حلوه برضو. اهم حاجه انك تسقي التورتايه كويس جدا، وتحطي طبقه كويسه من الكريم شانتيه، وتبتدي ان انت تجلسيها بالشكل ده. ونزلت هنا بالصوص بتاع الفراوله، طبعا صوص تحفه بقطع فراوله. وهنا الديسك التاني برضو سقيته كويس جدا باللبن والسكر، اللبن يعني انا مسكراه، ونزلت بيه كده وسقيت الديسك التاني. وهبتدي ان انا برضو انزل بالكريمه. انا حاطه الكريمه في كيس حلواني وخرماه كده عشان من غير اي بلبله ولا حاجه، عشان يسهل عليا عمليه توزيع الكريم شانتيه. ابتديت ان انا انزل برضو هنا بالحشوه. انا هنا ما اهتمتش ان انا احط نص الشوكولاته على الشوكولاته والابيض على الابيض، عشان لما اجي اقطعها تبقى متداخله كده وتديني شكل جميل. انا برضو هنا سقيت ده الديسك التالت، انا سقيته كده. بصي باينه قوي ان انا عامله نص شوكولاته ونص ابيض. انا هنا النص الابيض هحط برضو واجلس عليه كريم شانتيه ابيض، وهوريك النص التاني هعمله ازاي برضو. الكريمه هي حلوه يعني حلوه لو انت بتجلسي بس، لكن هي هتضايقني جدا في روزيتات، مش هتبقى حلوه خالص. انا هنا بقى جبت الصوص الشوكولاته الاقتصادي اللي انا ضربته مع بعض وشفتوه معايا ده، اللي هو كاكاو والسكر واللبن البودره. وابتديت ان انا اجلس بيه الناحيه اللي هي الشوكولاته. زي ما انت شايفه كده انا بجلس التورتايه معاكي. انا مش عايزه اقولك التورتايه بالحجم ده انت دلوقتي ممكن تجيبيها بكام من بره. انا بعد ما بخلص خالص ببتدي ان انا اقص الاطراف بالسكينه كده، بمشي على الحواف كده واقطعها، بتتقطع معايا في منتهى السهوله، لان الكيك بيبقى شارب كويس جدا من الكريمه واللبن فبيبقى طري معايا جدا وهش، وبقطع الحاجات الزياده يعني. بجلس كده بالسكرابر او سكينه عريضه عندك، وبنضف بالكلينكس في ايدي بالمناديل، عشان يعني القعده عندي ما تبقاش متوسخه وتبقى نظيفه. انا هحطها في التلاجة تشد شوية. انا هنا لقيت الشوكولاتة مسكت، فاحطها في الميكرويف كده 10 ثواني ولا حاجة هتفك على طول. طلعت التورتة من التلاجة. دي الصوصات اللي هي بتبقى جاهزة،
انا هحط اغطي الكريمه بالصوص الاحمر ده وصوص الفراوله برضو، بس شتان طبعا ما بين صوص الفراوله اللي انا عاملاه ده طعمه مش زيه خالص، برضو حاجه مش زي الطبيعي اللي انت عاملاه بايدك الفريش. ده حاجه تانية خالص. بس هو بيبقى بيدي شكل حلو في الجاتوه في التورته، بيديكي شكل حلو قوي في التجليس يعني. زي ما انت شايفة كده انا هبتدي ان انا اجلس النص ده كده بصوص الفراولة الجاهز. وهنا الشوكولاتة الدارك اللي انا سيحتها، حبيت ان انا اعمل بس كده ايه شكل، لان انا بديكي برضو طريقة سهلة في التزيين، مش هتحتاج منك برضو مجهود. هبتدي ان انا اعمل تشبيحة كده بظهر المعلقة، على اساس ان انا ادخل الشوكولاتة الاقتصادية اللي انا عاملاها بالحليب مع الشوكولاتة دارك، تدي شكل حلو كده. زي ما انت شايف، انا لو عندي بقى ورق فاكيوم اللي هم بيغلفوا بيه التورتايه من الجنب، كنت ممكن احطه واربطها بشريطه، كانت هتبقى شيك قوي، بس انا ما كانش عندي. ف فكملت على كده يعني، انا عاملاها اساسا لولادي، وقلت يعني اوريكم برضو افكار التورته سهله ازاي وممكن تعمليها في بيتك، بسبب الاسعار الخرافيه اللي احنا بنجيب بيها التورتات من بره دلوقتي. انا حبيت ان انا اعمل يعني سور من الكريم شانتيه تحت، بس بصراحة الشوكولاتة ما اسعفتنيش، فروحت شايلة الابيض كمان، ورصيت شرايح الفراولة اللي انا قطعتها معاكم بالشكل ده. ومعايا التورتاية زي ما انت شايفة ما شاء الله، مقاس 32، ارتفاع 3 ديسكات، مش هتلاقيه بره الارتفاع ده خالص خالص خالص. ومش عايزة اقولك يعني دي ممكن تجيبيها بكام من بره. بص التورتايه بتتقطع بمنتهى السهولة، شاربة كل الصوصات والشوكولاتة والفراولة، طعمها تحفة. شايفة متداخلة ازاي الشوكولاتة مع الابيض، والله كان طعمها في منتهى الجمال. يا ريت لو عجبتك تحطي لي لايك وسبسكرايب وتتابعيني، واتمنى طبعا ان انت تشرفيني دايما في القناة، ومع السلامة.